الثاني تسبب بكرت أحمر لحارس المرمى أيضا الجزيري. شايف هنا التغيير الذي سيكون. طيب شوف الحارس ما كان مجهز، ما كان جاء ايضا يجري عمليات الاحماء. التغيير سيتم الان، نشوف ونتابع هذا التوقيت، ولذلك الخطا المفاجئ، ولذلك نشوف هنا حارس المرمى البديل الذي سياتي في هذا التوقيت بالنسبه للمدرب هانز فليك في مباراه مشاهدينا متابعينا. نشوف ونتابع هذه الاجواء. هذا الجزيري يخرج ويترك مكانه، هذا الجزيري يخرج ويترك مكانه مطرود ليكمل البارسا ب10 لاعبين. هذا اولمو تخيل ان لسه كل هذا اولمو ما كان موجود في الملعب. تخيل ايضا لو كان ايضا موجود ومشارك في هذه المباراه ممكن ايضا ان يشارك في بعض الدقائق، لكن الكرت الاحمر الان ايضا سيغير بعض الحسابات بالنسبه للمدرب، وسنشاهد التغييرات بعد ذلك. شوف هنا الشرح بالنسبه لاولمو الذي نجح لابورتا في تسجيله ضمن قائمه برشلونه في هذا اللقاء. ليفاندوفسكي هدف، يامال سجل هدف، رافينيا سجل هدفين، بالدي سجل هدف. كرة ثابتة لمصلحة ريال مدريد، كرت أحمر. سيبايوس شارك واسينسيو شاركوا بالنسبة لريال مدريد، أراوخو شارك بالنسبة لفريق البارسا، وسيكون هناك تغيير في هذه اللحظات. لامبينيا سيشارك أيضا كتغيير الحارس البديل بالنسبة لهذا الرجل هانز فليك. ماذا بينك وبين النهائيات يا هانز فليك؟ أخبرني. 5 نهائيات سابقة مع البايرن لم تكن مجرد نهائيات، كانت سطوة كبيرة جدا. الآن تبدأ بنفس السطوة وربما أكثر في أول مباراة نهائية تديرها تحت تدريب هذا الفريق. لا هذا خلوه. يامال هل سيخرج الآن ويشارك أولمو في هذا التوقيت؟ جافي خرج في هذا التوقيت. صحيح يامال ليس في أفضل جاهزيته، حتى لو لم يكن على الواقف خليه يكمل، لكنه سيخرج. يا يامال خرجت لكن بعد أن دخلت إلى قلوبهم. يا يامال بعد أن دخلت إلى قلوبهم. صغير لكنه لا يرتجف أبدا، إنه يجعل قلبك يفعل ذلك عند مواجهة هذا الصغير. مشاهدينا هذا المراهق الذي يخرج، أصغر من سجل في تاريخ الكلاسيكو وأول من بدأ أهداف البارسا في مباراة اليوم. كرة ثابتة لمصلحة هدف تقليص الفارق. وين التعادل بعيد بالنسبة لريال مدريد حتى هذا التوقيت. لكن شوف هنا اللقطة، شوف هنا المشهد والكرة اللي ستكون الآن. سنشاهد الآن بينيا الحارس البديل، بينيا الحارس البديل خريج أكاديمية البارسا في هدف من لمسة الأولى. يا بينيا لم يسمحوا لك بعملية إحماء. الكرة في شباكك، الكرة الآن تعلن بأن هناك شوط آخر سيحمى فيه الوطيس. يا رودريغو يا رودريغو، أنت تفعلها حين يحتاجون إليك. صارت 5-2، صارت 5-2، تقدر تقراها 25 هنا في السوبر الذي يأتي في عام 25. والكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليمنى في الرقم اللي كان مكتوب أيضا في اللافتة، والآن الكرة بترجع مرة أخرى. لكن هذا هانز فليك، هانز فليك. هل يحدث الآن مشاهدينا متابعينا ما لا يمكن استيعابه في شوط المباراة الثاني؟ الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. ريال مدريد يسجل هدفا في توقيت مثير جدا عن طريق رودريغو. عادت بعد ذلك الكرة في الجهة اليسرى، وصلت بعد ذلك الكرة باتجاه سيبايوس، بيلعب الكرة إلى كيليان بيرسل الكرة باتجاه فينيسيوس. التمريرة بالنسبة لريال مدريد يحاولون، لكن الكرة بترجع والكرة بتتخلص والكرة بتصل بعد ذلك من جديد. سنشاهد نصف ساعة مثيرة جدا كبيرة جدا. خرج يامال وخرج جافي، وسنشاهد الآن من البدلاء الذين شاركوا في شوط المباراة الثاني. أولمو بالنسبة لفريق البارسا. الكرة بترجع إلى فينيسيوس، عادت إلى بيلينغهام، فيها تغيير اتجاه. اليوم ما كانت في مناوشات بين جافي وبين فينيسيوس. بالنسبة لجافي الأمور ما كانت تحتاج، كان الفريق متقدم
القدم، والكرة بترجع مرة أخرى. خرج كافي لكن ريال مدريد يريد الدخول. الكرة بتصل بعد ذلك إلى بيلينغهام، عادت إلى سيبايوس يتقدم. هنا الوقوف، هنا التمريرة، عادت الكرة، وصلت بعد ذلك يا أولمو. الله أولمو، هناك دخول قوي من تشواميني. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، وهناك كرت أصفر. انذارات توزع، كروت حمراء. 5-2 مشاهدينا، واحدة من المباريات التي تحضر فيها الأهداف العديدة. لكن على ذكر الأهداف العديدة في مباريات السوبر عبر تاريخها، هناك مباريات سابقة شهدت أهداف عديدة في تاريخ السوبر الإسباني. أكبر نتيجة في مباريات السوبر الإسباني، خذ هذه المعلومة، 94 سرقسطة على البارسا 5-4 شهدت 9 أهداف. الآن وصلنا إلى 7 أهداف. وأيضا إشبيلية على ريال مدريد في 2007 5-3 أيضا شهدت 8 أهداف. الآن وصلنا إلى 7 أهداف. ولن أنسى السوبر أيضا الريال وفالنسيا. لكن شوف هنا هذه اللقطة وهذه اللعبة التي كانت عن طريق رودريغو. مشاهدينا متابعينا، قمة قدمت لنا فيها نجومها، قمة قدمت لنا فيها لاعبيها، قمة قدمت لنا فيها أسماءها. الكلاسيكو الذي يعيش حقبة جديدة، هذه الحقبة التي تأتي بعد حقبة كانت مذهلة في وجود كريستيانو في ريال مدريد وميسي في البارسا. الآن الصراع جديد، لابد أن يتجدد هذا الكلاسيكو، لابد أن يستمر. هذا تشواميني الذي حصل على كرت أصفر، هذا لوكا مودريتش الذي يريد أن يشارك في هذا التوقيت. سيخرج القميص رقم 14، لكنهم ما زالوا يتمنون الوصول إلى اللقب رقم 14. الساحر لوكا مودريتش الكبير جدا، اللاعب الذي له مكانة كبيرة في قلوب عشاق البارسا، أو عفوا عشاق ريال مدريد بشكل خاص وكرة القدم بشكل عام. لكن لوكا مودريتش واحد من اللاعبين الذين يعيشون فتراتهم ربما الأخيرة بقميص ريال مدريد، وما زالوا يريدون مزيدا من العطاءات. الآن يتساوى في حضور المباريات النهائية مع راموس، والكرة بترجع مرة أخرى عن طريق بينيا اللي بدوره بيرسل كرة ليفاندوفسكي، لكن الكرة بتتحول في اللقطة الماضية، والكرة بتصل بعد ذلك من جديد في اللقطة الماضية لمصلحة سيبايوس. نشوف ونتابع. كرة بترجع مرة أخرى باتجاه كيليان مبابي. كيليان استلم، كيليان وقف، كيليان حاول، كيليان تلاعب، كيليان ما زالت الكرة في مكان. المحاولة تأتي، يا كيليان أراد مرة أخرى مبابي أن يضيف هدفا آخر، أن يستمر في قصة الكلاسيكو. وأن سجل ريال مدريد في الدقائق العشر القادمة، فإنه ربما يستطيع نتيجة ثقيلة يتعرض لها كارلو أنشيلوتي. لكن عندما كان مدربا لإيفرتون خسر من المان سيتي ب5 أهداف نظيفة في 2021 في ذلك الوقت، كواحدة من النتائج الثقيلة وربما أثقل خسارة. الكرة العرضية التي يتلقاها أنشيلوتي يومها أغويرو، في ذلك الوقت دي بروين وفودن وجابرييل جيسوس. والآن غوارديولا يتمنى بأن يعود لمثل هذه النتائج. لكن على ذكر غوارديولا، لأن الأمور تربط بعضها، غوارديولا هو الوحيد الذي فاز بالسوبر الإسباني ل3 مرات متتالية. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، ولم يستطع أحد أن يفعل ذلك، لكن كارلو أنشيلوتي يريد الحصول عليها للمرة الثالثة أيضا، حتى وإن لم تكن على التوالي. الكرة بترجع من فالفيردي إلى لوكا إلى رودريغو، يحاول فيها. ما زالت هناك لحظات، ما زالت هناك أوقات، ما زالت هناك دقائق، ما زال هناك كلاسيكو. 5-2 مشاهدين متابعينا. هذا كوبارسي اللاعب الذي يأتي في عمر 17 سنة، يواجه أكبر الأسماء الموجودة. اللاعب كيليان مبابي واحد من أفضل مهاجمي العالم، وفينيسيوس أيضا الذي يحصل على جائزة الأفضل في العام الماضي. ونشوف ونتابع، والكرة اللي بتتحول مرة أخرى من جديد. هذا ألابا. هنا نشاهد هذه اللقطات. لم يعد حتى الآن إلى المشاركة بشكل أساسي في أيضا معلومة في بطولة الدوري في يناير. لا هذه معلومة لازم تنتبه. أعطيك معلومات ترى صعبة تحصلها. شوف، في 1943 في شهر يناير في بطولة الدوري، مباراة واحدة في تاريخ الكلاسيكو
انتهت 5 انتهت 5-5. البرشلوني يقول يا اخي انت شو تريد الحين؟ انا فاهم، انا اعطيك بس معلومات. مباراة واحدة في يناير يا كارلو انشيلوتي، برشلونة كان متقدما فيها 5-3 في الدقيقة 62، وبعد ذلك انتهت المباراة 5-5 في عام 1943. لكن هل يعيد يناير 2025 ذلك اليناير الشهير جدا في تاريخ الكلاسيكو؟ هنا السقوط، هنا خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة اللاعب كوندي ولمصلحة برشلونة. لكن شوط ثاني مشاهدينا، البارسا بعد بطولات سابقة على مستوى السوبر الأسباني يقترب من لقب آخر، يريد أيضا بطولة أخرى على مستوى كل البطولات. دي يونغ وبقية أسماء البارسا التي تتابع، بينما الرجل هانز فليك الذي كان لاعبا في البايرن، ربما لا يتذكر البعض أيضا تلك اللقطة الشهيرة في هدف رابح ماجر أيضا في نهائي الأبطال، أيضا في بين بورتو وبايرن ميونخ، كان يظهر في تلك اللقطة لكنه لم يكن قريبا من اللحاق برابح ماجر قبل أن يسجل هدف في تلك المباراة. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. المدرب الذي حقق السداسية مع الفريق الذي حقق السداسية، يعني أنهم يريدون أن تصل هذه النتيجة إلى سداسية. يا أنشيلوتي انتبه، أنا حذرتك، انتبه، أنا حذرتك. الكرة بترجع مرة أخرى. أجواء الكلاسيكو الكبيرة مشاهدينا هنا في الجوهرة، الجماهير كانت محظوظة جدا، الحاضرين هنا كانوا محظوظين حقيقة. قبل أيام